تحليل الحكم جمال الشريف للحالة التحكيمية الجدلية في ضربة جزاء النادي الأهلي ضد نادي الزمالك في تصويبة النادي الأهلي ومحمود بن تايج، اللي طبعا تدخل بجسمه أو بإيده حسب ما قال الحكم، ولكن تحليل واضح وتحليل حقيقي للكابتن جمال الشريف بيكشف الحقيقة كلها. وطبعا يا أهلاوي قبل ما تسمع تحليل جمال الشريف المنصف والحقاني اعمل لايك وشير الفيديو ده في كل مكان علشان كل واحد وكل مصر تعرف ان الاهلي اتظلم في ركلة جزاء واضحة للنادي الاهلي، حيث قال جمال الشريف: احنا قدام حالة محتاجة تركيز، الكرة متجهة نحو منطقة جزاء الزمالك والمدافع دراعه في وضعية مرتفعة اعلى مستوى الكتف، وده اول مؤشر لازم نقف عنده. المعايير اللي بنقيم عليها لمسة الايد، هل الدراع في وضعية طبيعية ولا غير طبيعية؟ الدراع هنا واضح انها مرتفعة جدا وبعيدة عن الجسم، وده تكبير لحجم اللاعب. هل اللاعب عنده فرصة يسحب بايده او يغير وضعية جسمه؟ الكرة مش جاية من مسافة قصيرة جدا واللاعب شايفها، يعني عنده تقدير للموقف. هل الكرة بتغير مسارها بسبب الايد؟ من الصورة ومن الحالة واضح ان الكرة اتلمست بالايد واتشتتت بسبب الدراع. وهنا القرار الاقرب للصحة من وجهة نظري هي ركلة جزاء للنادي الاهلي، لان وضع الايد غير مبرر وغير طبيعي، والنية مش شرط دلوقتي في القانون. المهم هنا وضع الدراع وتأثيره على اللعبة. دور الفار لو الحكم في الملعب ما شافهاش او اعتبرها غير متعمدة، فالفار لازم يتدخل، لان عندنا هنا صورة واضحة لوضع يد غير طبيعية اثرت على اللعبة. الخلاصة قرار ركلة الجزاء كان الاقرب وفقا للقانون، وعدم احتسابها بيعتبر خطأ تقديري مؤثر كان ممكن يغير من سيناريو المباراة.